عارف لما تسمع كلام مش عاجبك وتحس من جواك إنك عايز تشتم اللي قدامك ده وتستفزه زي ما هو عمل بالظبط؟ طيب عارف الليمونة اللي انت عصرتها على نفسك علشان الموقف يعدي والدنيا تمشي، وثباتك الانفعالي عشان ما تقولش كلام أو تاخد رد فعل عكس أخلاقك وضميرك، كل ده كان صعب عليك تعمله، خصوصا قدام إنسان انت متأكد إنه بيتعمد إن هو يجرحك ويستفزك. كان صعب عليك ما تردش الإساءة بالإساءة، بس انت شخص محترم ومتربي. مفيش أسهل من الجنان والعصبية والغلط والشتيمة، لكن تحكمك في انفعالاتك وإنك ما تنزلش بمستواك لشخص زي ده دليل على إنك اتربيت صح، ودليل على إنك سوي نفسيا ومتزن. ما تخليش أي حد يسحبك لمنطقته ويحولك لشخص سيء زيه، لأن دي منطقته، الغلط والشتيمة والاستفزاز والكره. هو بيستمتع بده، لكن انت اللي هتتأذي. سمعت مقولة بتقول لا تسارع خنزيرا في الوحل فتتسخ أنت ويستمتع هو. ده بالظبط اللي انت بتعمله لما بتكون إنسان واعي وراقي ومثقف، وتحط عقلك بعقل الناس دي اللي مفيش في دماغهم غير إنهم يضايقوا ده ويستفزوا ده، ويبقوا مبسوطين جدا جدا وحاسين بالانتصار لو قدروا يحرقوا دم حد. هو بيبقى عايزك زيه، نسخة منه، لأنه شايفك حاجة كبيرة قوي عليه ومش قادر يوصلك، فعايز يسحبك لمنطقته علشان تبقى شبهه. لا تجادل الحمقى فيختلفوا بالتفريق بينكم. وفر تعبك والجدال مع ناس ما تستاهلش.